لم يظهر الآباء كما أظهرت الفراشة السوداء، فقد ترددت بداية في استنشاق ما بينهم من هوى، ولكنها ارتبت بين أحضان غير مكترث بما تحمله من حزن وعباء، حتى هو ألقى بخوذته بعيدة وأظهر لها الشيب وما كان منهم من افتراء. فقالت: أخاف أن يرانا من وضع القيود من رجالك الأشداء. قال: بلا الخوف كان من أظهر للود بداية، ثم تأكد إنه يناصر الأعداء. قالت: أين ظهر البعض بغرابة عشت بين مطور وفراشة سوداء. لا تهتمي فلا غرابة أكثر من تقاليد بلية، جعلتهم يعيشون كالجماد بلا حراك. نعتقد إنهم يبتسمون لكن قلوبهم مملوءة بكاء حتى السماء. آيات المحبين اللي راهم الجميع، ويشهد على منزلة عظيمة ستظل إلى الأبد عظيمة، لا مجرد علاقة عابرة الجوفاء. لم يظهر الآباء كما أظهرت الفراشة السوداء، فقد ترددت بداية في استنشاق ما بينهم من هواء، ولكنها ارتبت بين أحضانه غير مكترثة بما تحمله من حزن وعباء، حتى هو ألقى بخوذته بعيدة وأظهر لها الشيب وما كان منهم من افتراء. فقالت: أخاف أن يرانا من وضع القيود من رجالك الأشداء. قال: بلا الخوف كان من أظهر للود بداية، ثم تأكد إنه يناصر الأعداء. قالت: أخاف أن يرانا من وضع القيود من رجالك الأشداء. قال: بلا الخوف كان من أظهر للود بداية، ثم تأكد إنه يناصر الأعداء. قالت: أين ظهر البعض بغرابة عشت بين مطور وفراشة السوداء. لا تهتمي فلا غرابة أكثر من تقاليد بلية، جعلتهم يعيشون كالجماد بلا حراك، بلا حرابة، بلا حراك.